علاش كتكره راسك ملي كتنعس بعد الفجر؟ لحظه كنتي قريب من النور، صليتي الفجر، حسيتي براحه ووضوح، لكن قلتي غير 10 دقائق ونرجع نفيق. وانت وقتي بعد 9 ولا بعد 10 قايل مشوش وكاره راسك. يوسف كيديرها بزاف، كل مرة كيقول غير نرتاح غير شويه بعد الفجر، ولكن كل مرة كيعاود يفيق وهو حاس بشي حاجه مطفيه فيه. النهار كيبدا ثقيل والفكر ديالو مشوش، وكانه فقد شي حاجه مقدسه ما بين الفجر والتسعود. اللي كيوقع هنا راه ماشي كسل، ولكن تصادم بين ساعه ديال الجسم ديالك وساعه ديال الروح ديالك. بعد الفجر النفس كتكون طالعه في موجه ديال الصفاء، واحد الهرمون ديال الكورتيزول كيبدا كيرتفع طبيعيا باش يصحيك. واحد المنحنى كيطلع مباشره بعد الاستيقاظ، كيعطي نشاط وتركيز. لكن ملي كترجع تنعس اش كدير؟ كتقطع المنحنى، كتفيق في واحد الحاله كتسمى سليب انتيريور. دماغ باقي في الغفله وروحك باغيه النور، وهذا التناقض هو اللي كيعطيك ديك الحاله ديال كره الذات بلا سبب، حيت داخلك عارف انك ضيعتي اللحظه اللي كانت غادي تغير النهار ديالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. البركه كتكون في البكور، والبكور راه كيبدا من لحظه الفجر. وابن القيم قال انه بعد الفجر يمنع الرزق ويورث الكسل ويقطع بركه اليوم، ماشي لانك درتي شي ذنب، ولكن لانك خالفت النظام اللي الله بناه فطريا في الخلق ديالك. بعد الفجر ما ترجعش تنام، الا خصيت الفجر ما ترجعش تنام. 16 دقائق كافيه باش تهرس هذيك الموجه. الا كنتي محتاج تنعس خليه تطلع الشمس، تكون الدوره رجعات، الدوره الطبيعيه رجعات. دقيقه واحده ديال الانجاز بعد الفجر كتبدل الكيمياء ديال دماغك النهار كامل. اللي كينعس بعد الفجر ما كينعش من التعب، كينعس من الهروب من لحظه كان ممكن تولي نقطه ديال تحول. واش كل فجر غتبقى تقطع الموجه ولا غادي تركبها وتبقى في جلد الذات كل نهار؟ الا بغيتي تبني روتين نفسي وروحي خليك تبدا نهارك بنور ويخدم مع دماغك، مع شي ضندو شي حتى هو عنده باب خاص.